المكان باريس. الزمان الأحد 2 يونيو 2017. المناسبة لا زالت هي نفسها التي دامت أكثر من 7 أشهر ولا تزال. حراك الريف بعد أن حرك عواصم أوروبية عدة، جاء الدور هذه المرة على عاصمة الأنوار. حوالي 1000 شخص تظاهروا في مسيرة حماسية انطلقت من ساحة لاباستي إلى ساحة الجمهورية وسط باريس، حيث صدعت حناجر المئات من المشاركين بشعارات الحراك القوية المعهودة في جو تنظيمي رائع ساده الانضباط وروح المسؤولية. رغم أن تلك المسؤولية تبخسها في بعض الأحيان بعض من التشنجات النضالية التي تذهب حد الاستبداد لبعض ممن يلبس الحكم نفسه على كل من يظنه على النقيض وكل من يبدو له في الاتجاه المخالف، دون أن يكلف نفسه الاطلاع على المواقف الشخصية لذلك الطرف. خلاصة القول: انتزع أحدهم مايكرو هيبا بريس ومنعنا من استكمال الاستجوابات في مشهد قمعي لا يختلف كثيرا عن مشاهد القمع التي يندد بها الرجل، وفي صورة من صور الحرمان من حرية نقل المعلومة التي يناضل من أجلها من يمنعوك منها. وحتى ننقل المعلومة بصدق دون تعميم، فهذا الحادث يبقى معزولا ولا يسري على بقية اللجنة المنظمة التي أبانت عن نضج تنظيمي وديمقراطي كبير تستحق عليه أكثر من تنويه. نعود إلى مسيرة باريس، حيث الشعارات النضالية التي ترمي بك إلى أزقة وشوارع الحسيمة، لولا أن الناس ليسوا أنفسهم ولا البلد نفسه، حيث هنا لا شرطة ولا درك ولا متربصين للانقضاض على المتظاهرين، ما عدا بعض من السفسطة القومية التي تكتسي ثوب الوطنية الزائدة وترفع شعار حب الوطن والملك من أجل التهجم على المتظاهرين. والنموذج هذه السيدة التي ثارت ثائرتها وهي تشاهد الحشود المارة أمامها ولم تستصغ ما تسمعه من شعارات، ولغاية في نفسها خرجت تصرخ في وجه المسيرة في محاولة منها على ما يبدو في أن تبرز كبطلة قومية. كل من أمامها مجرد خونة إلا سعادتها، فهي مثال في الوفاء والوطنية. تواصل الحشود المشاركة في المسيرة سيرها وتصرخ السيدة المحترمة بأعلى صوتها إلى أن انطفأت شمعتها وراء ذلك الباب. في هذا المشهد اقتربت المسيرة من ساحة الجمهورية، حيث اجتمع المتظاهرون في ساحة تختزل معان كثيرة. هنا تمثال الحرية وساحة الحرية، ورمز من رموز النضال والكفاح والديمقراطية. ومسك الختام كلمات متعاقبة لبعض من المشاركين في هذه المسيرة، أجمعوا على المطالب نفسها التي خرج من أجلها أبناء الريف، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين فورا والتأسيس لحوار اجتماعي شامل مع الاستجابة الشاملة للملف المطلب لحراك الريف. محفوظ بيجيلم، هبة بريس.